هنعمل مع بعض النهاردة 3 أطباق من الجمبري مختلفين عن بعض. يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هننضف الجمبري. تعالوا اوريكم الأول هننضفه ازاي. طريقة سهلة وبسيطة جدا. هنيجي من بطن الجمبري ونقشره كله. تقشيره سهل جدا على فكرة، وانا شاريه كده من غير راس. وندخل الخلة بالراحة من تحت الجلد لحد ما تطلعي السلسلة بتاعته، لأن السلسلة بتاعته بيبقى ساعات فيها رمل. نقشر واحدة تانية، اقول لكم بطريقة تانية لو مش عندك خلة. قشري من تحت من البطن اللي بالظهر هتقوم طالعة معاك. نفتح بالراحة الظهر بالسكينة كده، هتشديها بالراحة وحاولي تشديها بالراحة عشان متقطعش منك. نجيب واحدة تانية اوريها لكم كمان. تفتحي بالراحة من بطنه، تقشرها لظهره تشدها لتحت بالراحة وتتشال. الجلدة بسيطة جدا يعني. وظهرها بالسكينة بالراحة، تفتحي فتحة بسيطة لحد ما تشدي السلسلة بتاعتها وتنضفي كل الجمبري بالطريقة دي. هسيبكم. رجعت لكم نضفت كل الجمبري بتاعي. تعالوا لكم التتبيله بتاعتنا. ده دقيق، نص كوبايه دقيق، عليها معلقه نشا كبيره، معلقه كركم، معلقه ملح صغيره، كل ده بالمعلقه الصغيره. نص معلقه فلفل اسمر، شويه شطه او بابريكا لو انت حباها مش بيحرق، ورشه بسيطه من الكمون، ورشه توم بسيطه. بس كده هنقلب كل ده. ده الخلطه اللي احنا هنحط فيها الجمبري عشان نعمله كريسبي. نقلب كويس جدا. هنحط كوبايه ميه، مش هحطها كلها طبعا، واحده واحده لحد ما احس الخليط بتاعي محتاج تاني ولا لا. اقلب كويس لحد ميبقاش فيه كتل خالص. هنشوفه محتاج ميه لسه لانه تقيل. لو اول مره تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. متهيألي كده كويس. هنحط كل الكميه الجمبري بتاعنا اللي فيها، وهنشتغل من ده كيلو بس، هنشتغل منه حوالي ربع كيلو، يعني نعمل كيلو الا ربع ونشتغل ربع كيلو. انا شلت ربع كيلو منه وحطيت الباقي. نقلب كله لحد ما كله يوصل له التتبيله. ونسيبه نص ساعه في التلاجة. نص ساعه يعني، حاولوا تسيبوه نص ساعه في التلاجة. بعد نص ساعه تعالوا يلا نتبله. كوبايه دقيق، عليها معلقه نشا كبيره، معلقه كركم صغيره، نص معلقه ملح، بلاش نزود ملح كتير عشان في ملح في التتبيله. وده بقسماط انا كنت شارياه جاهز من السوبر ماركت، هو عباره عن بقسماط عليه كركم واخد لون، وكمان عليه زعتر وثوم بودر. فانت لو ما عندكيش حطي بقسماط عادي مفيش مشكله، وزودي شويه زعتر وثوم بودر. بس حطي يعني ايه، مش دقيق بس، لازم تحطي مع بقسماط عشان يديكي ايه طعم مقرمش اكتر. نقلب كويس جدا. هنحط بقى الجمبري بتاعنا ونغلفه بالدقيق والبقسماط اللي احنا عملناه. هقول لكم على طريقه اسرع. الطريقه دي نغطي العلبه
ونرجه جامد 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 جامد. كله هيتغلف مع بعضه. تعالوا اوريكم عمل ايه. كلها بقت متغلفة كويس جدا كمان، وعملت طبقات زي ما احنا ايه بنحبها. كله عمل اهوت. هنشيله كله ونعمل كل الكمية بنفس الطريقة. عملنا كل الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة. حابة تحطها في التلاجة شوية يستحسن، مش حابة زي كده توكل على الله. على نار عالية وفي زيت غزير شوية، ونقلي بقى الجمبري بتاعنا. تعالوا اوريكم. انا عايزة اقول لكم ان هو ريحته جميلة جدا وشكله يجنن، ومقرمش جدا جدا، كريسبي خالص. هنعمل الطبق التاني. يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي معلقة زبدة، هنحط عليها كمان شوية زيت. يستحسن تعمله من الزبدة، يعني ايه، لان بتدي طعم حلو قوي لشوربة الجمبري. احنا هنعملها بسيطة جدا، مش هتاخد منك وقت. دي بصلاية صغيرة خالص وتومة. حابة تخلي التومة مفرومة ماشي، مش حابة زي عادي. انا بشوحها وبعد ما كله بيستوي انا بشيلها. ونقلب كويس جدا لحد ما يدبل. اول ما يدبل هننزل بالجمبري بتاعنا. هو ده اللي انا شلته، يعني حوالي ربع كيلو. ننزل ونشوح كويس جدا لحد ما يبدأ ياخد لون. وياريت يكون على نار عالية، يعني عشان ايه ما ينزلش مية منك ويشد. اول ما يبدأ ياخد لون نحط ملح وفلفل اسمر بس. حطينا شوية فلفل اسمر صغيرين وملح صغيرين، بلاش نكتر عشان يبقى النكهة بتاعت الجمبري هي اللي ايه اكتر من الحاجات التانية. خلاص كده متهيألي نشف. نحط كوبايتين مية ونديله غلوة. اول ما يبدأ يغلي، لو عندك كريمة الطبخ حطي، ما عندكيشي حطي الجبنة كريم. الجبنة الكريمي بتخليه طعمه روعة على فكرة، يعني ايه جربيه. يعني ايه، هو مش حد بيعمله كده ممكن، بس انا بعمله كده طعمها بيبقى خرافي. يلا بقى نعمل الطبق التالت. هنعمل لهم سوشي. لو عندك ورق النوري او ورق السوشي، ده رز عادي جدا من اللي احنا بنعمله، بس يبقى مستوي شوية زيادة. وحط عليه معلقتين خل صغيرين. حابة تضيفي سمسم حطي، مش حابة خلاص يعني. والجمبري بتاعنا المتحمر هناخد منه شوية ونعمله بهم السوشي. حاولي يكون الرز دافي شوية عشان ايه يلزق اكتر في ورق النوري بسرعة. اضغطي جامد عليه عشان ايه وانتي بتلفيه ما يخرجش منها. قطعت انا الجمبري اصغر عشان نعرف الفه. يعني ممكن تقطعي الواحدة 3 وترصي بقى زي ما انتي عايزة، كتير اكتر قليل زي ما انتي حابة. ونلفه من غير الخوص بتاعه او الخشبة بتاعته او اي حاجة، بايديكي جامد، اضغطي جامد. هو اصلا لما بيكون الرز دافي شوية بيبقى سهل اكتر من يعني ما بيكون بارد خالص. نعمل كمان واحدة. ولو انت حابة تضيفي معاه خيار
او تضيفي اي حاجة تانية معاه، ممكن تضيفي افيجاتو اللي انت عاوزاه، يعني ممكن تحط اي حاجة تانية، مش ضروري جمبري بس. هو بس اهم حاجة ورق النور يكون موجود والرز، بعد كده الحشو اللي انت عايزاه، جزر، خيار، سلمون ني، اللي انت حباه. انا كنت الاول بتضايق منه قوي، بس لما جربته انا بصراحة بحبه جدا. عملنا كده بالجمبري. انا بحبه بالتونة بقى، تعالى اعمله لكم بالتونة شوية، شوفوا يتعمل ازاي. هنجيب علبة تونة عادي صغيرة، عادي من اي نوع، ونعمله بنفس الطريقة. يعني هنحط برضو الرز ونضغط عليه جامد، حاولي ما يوصلش الحرف قوي. بعدها هنحط التونة. الناس اللي مش بتحب السوشي جربوه بالطريقة ديت، يعني بيخافوا ان هو يكون الاكل ني فيه، فجربوه الحاجات المطبوخة يعني مستوي، هيبقى طعمه حلو. عادي رز عادي جدا، وتونة، وجمبري ورز عادي بناكله، بس ملفوف ورق النوري. بس كده، تعالوا يلا نقطعه مع بعض. اول حتة ديت انا باكلها على طول، بس يعني ايه هاكلها بعدين. حابة تقطعي اتخن من كده، ارفع زي ما تحبي، بس هو كل ما كان مش رفيع قوي يبقى احسن. يلا نفرغ بقى الشوربة بتاعتنا. احنا جبنا لهم المطعم لحد البيت، يعني ايه مش حارمينهم من حاجة. والجمبري كريسبي جدا. وطبعا ده الصوص اللي بيحرق، انا شاريه جاهز. هو بيحرق على مسكر. تعالوا ندوق بقى الشوربة. انا عايزة اقول لكم ان هي، يعني مش عايزة اقول لكم جنان، طعمها تحفة جدا، وريحتها مش عايزة اقول لكم عاملة قلبان. حتى الجمبري فيها شوفوا لونه مختلف جدا مع البصل. متقلقوش انا شلت التوم. جربوه بطريقتي. لو ما عندكيش اي كريمة جربيه بالجبنة الكريمي، بصراحة طعمها رائع رائع. تعالوا اوريكم السوشي بقى الجميل. حبيبي بقى، انا بحب اللي بالتونة اكتر. والله كان نفسي تيجوا كلكم تدوقوا معايا. جربوا على طريقتي الجمبري والسوشي، جربوا على طريقة شوربة الجمبري وقولي لي ايه رأيكم. ولو بتعملوها بطريقة تانية قولولي. اشوفكم تاني في مطبخ صعب.